السلام عليكم. تكلمنا سابقا عن شعراء العصر الأموي وشعراء البلاط الأموي، وهم ثلاثة: جرير والفرزدق والأخطل. وكانت الحرب الهجائية بين جرير والفرزدق والأخطل لا تكاد تتوقف. ويذكر أن جرير التقى بالفرزدق في الحج، فقال له الفرزدق: فإنك لاق بالمحصب من منى فخارا، فحدثني بمن ستفاخر. يقول له أنني سأفاخر عليك في كل مكان. وكان الفرزدق أعلى نسبا من جرير، حتى في الحج سأفاخر عليك، فحدثني بمن ستفاخر. فقال له جرير: لبيك اللهم لبيك. وفي جوابه أنه سيفاخر في هذا المكان بانتسابه إلى الله عز وجل. وكان ردا في غاية الحكمة من الشاعر الأموي جرير التميمي. ويذكر أيضا أنه بعدما مات الفرزدق كتب جرير يقول: مات الفرزدق بعد أن جدأته، ليت الفرزدق كان عاشا طويلا. ويذكر هنا أن الفرزدق مات بعد أن جدعه، أي بعد أن قطع أنفه، أي بعد أن هجاه هجاء مريرا. فغضب عليه قومه وأنكروا عليه فعله، وقالوا له: كيف تهجو رجلا ميتا؟ فرثاه بعد ذلك بقصيدة في غاية الجمال، يقول في مطلعها: لعمري لقد أشجى تميما وهدها، على نكبات الدهر موت الفرزدق. وكان هذا آخر ما كان بين جرير والفرزدق. وانتهت بهذه الواقعة قصة شعراء البلاط الأموي.